يا اخواني اخواتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى على الله كلشي يكون بخير وعلى خير بصحه جيده ولله الحمد. كنتواجد بالمحطه الطرقيه لمدينه وادي التي تحمل فقط اسم المحطه، فهذه ساحه الشهداء هذه، وليست بمحطه طرقيه. على اي هذا ماشي موضوعنا هو كيف كتشوفوا معايا هناك منصه بحال حنا في وادزم خاصنا فقط الشطيح والرديح. فمنصه غتكون فيها سهره لو 27 اي لو 28 27 و 28 من هذا الشهر. بالله عليكم، واش لي بوزوان ديال وادزم هما هاد منصه باش دار فيها سهره؟ واش حنا دابا في مدينه وادزم خاصنا غير منصه باش نديرو سهره؟ فمدينه وادزم خاصها مستشفى يكون في المستوى، لانه اغلب الناس كيمشيو للمستشفى. على سبيل المثال، مرا بغات تولد كيقولوا لها سيري للكلينيك ولا سيري للخريبكا. شي حد قرصاص وعقرب كيقولوا له سير للخريبكا. ابسط الاشياء ما متوفراش في المستشفى، وانتم دايرين لينا منصه للشطيح والرديح. فحطوا هذه المنصه، يعني كل شيء عندنا في المغرب وكل شيء كيشوف في السوشيال ميديا شنو كاين نهار 27 و 28 في هذا الشهر. يعني هذا الويكاند هذا كل شيء في علمه، كل شيء في اخباره. 27 و 28 كل شيء باغي يدير وقفات احتجاجيه. علاش؟ على الصحه في الدرجه الاولى وكذلك التعليم. فبحال حنا ماشي في المغرب، هذا مدينه وادزم هذه ماشي في المغرب. حنا دابا خاصنا الشطيح وخاصنا الرديح وخاصنا السهرات وخاصنا، عندنا كل شيء متوفر وكل شيء هو ذاك على احسن وجه. واجيو تشوفوا لي بوزوان ديال وادزم، عندنا اكثر من 1000 مسطي في وادزم. علاش ما لقيتوش ليه الحل؟ في الدرجه الاولى مختلين عقليا. شحال من واحد تعرض للعنف من طرف مختل عقلي، كاين بزاف ماشي غير واحد. الاسبوع اللي داز مسطي دخل الصالون ديال العيالات، شد بنيه تكرفص عليها، بقى كيضرب فيها كاع تكرفصها بكل ما كتحمل الكلمه من معنى. بحال حنا دابا في واتزاب خاصنا السهرات. شوفوا لنا الحل ديال هاد المسطين هادو اللي جبتو لحتو لنا هنا. علاش سي وزير الصحه بالدرجه الاولى اجي عندنا وشوف المستشفى ديال واتزم؟ حشومه عليكم هادشي، والله تعيب عليكم قسما بالله، حشومه وعيب. فمدينه واتزم بارمي المدن اللي لاباس عليها في المغرب، وحده من المدن اللي لاباس عليهم. عندنا الفوسفات، عندنا واحد الثروه لا تقدر بثمن، ومع ذلك المدينه طالها التهميش. المسؤول اللي كيجي كيقضي الغرض وكيمشي في حاله، والساكنه كتقاسي في صمت. لي بوزوان ديال المدينه، كاين اللي ما عندوش الماء في الدار صاحبي، راه حشوم عليكم، الله يتحشوم عليكم بالله. وحتى اللي عنده الماء كتقطعوا عليه من الصباح حتى العشيه. اللي فطر وما غسلش المواعن ديالو، ما قادش الكوزينه ديالو، هكاك بقات حتى كتخلص حتى العشيه عاد تلقوا لنا الماء. ها لي بوزوان ديال واتزم، عفوا ها اللي كيخصنا حنا في واتزم. جيبي لنا سهرات، جيبي لنا منصه باش ديروا لنا سهرات. ولكن حتى واحد الفئه ما شاء الله في هذه المدينه ديال واتزم، غدا غادي تكون السهره، السبت والحد غيكونوا سهرات، غتسيبهم حتى هما كيتزاحموا هنا وناشطين بحال ما خاصهم حتى خير. ولكن سرهم هذه الفئه هذه متقوبه في عقلها، ثقافتها معطله محدوده ان صح التعبير. على اي كنتمنى الرساله توصل، كنتمنى هاد الساكنه ديال واتزم. انا ماشي كنحرض ولا كنقول لبنادم شنو يدير، انما خاصكم تعرفوا اشنو خاصكم في المدينه. راه ما خاصناش السهرات، راه ما خاصناش الشطيح والرديح، ما خاصناش، ما بغيناش هادشي. بغينا مستشفى تكون فيه الامكانيات ديال المستشفى،
تكون فيه الضروريات ديال المستشفى، ماشي تمرض امك ولا اختك ولا تبغي تولد امك ولا اختك ولا مرتك يقولك سير دير الكلينيك والتحال فمك وغادي للكلينيك باش ديها تولد، ولا سير ديال الخريبكا. عيب وعار هادشي اللي كنعيشو في مدينه والدزم. المدينه كتقاسي في صمت ولا من يحرك ساكنا، لا معامل لا شركات لا حتى حاجه. اش خاصنا؟ العكر فوق الخنونه. على اي كنتمنى الرساله توصل، وكنتمنى لا فيديو تنال اعجابكم. شكرا لكم على المتابعه، دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم.